بسم الله. أهلا بكم في قناتي ببساطة أم أحمد. الفول أكتر الأكلات الشعبية وأرخصها في مصر، يستخدم في الفطار. النهاردة هنعمل أكلة محببة للجميع، هنستخدمه في الغداء بطريقة سهلة وشهية، وهنضيف عليه إضافات متوفرة في كل بيت. نقول الأول فوائد الفول. من فوائد الفول المتعددة: يساعد على تخفيف الوزن، غني بالسعرات التي تحسن الأداء، يحافظ على مستوى الكوليسترول ويحسن عضلة القلب، يساعد في خفض ضغط الدم عند النساء، يساعد على إفراز مادة السيروتونين التي تسبب السعادة. أنا أكلت النهاردة فول، أنا سعيدة جدا يا جماعة. يقوي العظام ويعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء. يقاوم التوتر والإجهاد الناتج عن التمرينات أو العمل الشاق. يساعد على إزالة أصباغ الجسم الزائدة وخصوصا الكلف. شفتوا الفول الجميل ده لونه أحمر ازاي؟ أنا عملته كده، هبقى أعمل حلقة لوحدها بطريقة الفول. أول حاجة هجيب الهراسة وهرسه كله لغاية ما يبقى ناعم. طبعا أنا بحب أعمل الفول صحيح يبقى طعمه أحلى، لكن عندنا بيحبوه مهروس. بعد كده حط عليه البهارات والملح والكمون زي ما انت عايزة. ألف ولفة بالبلندر أو بالمعلقة عشان أقلب الملح والبهارات والكمون. مكونات صينية الفول: بصل مقطع حلقات، ملح وفلفل وكمون وبهارات، فلفل حلقات، طماطم حلقات، خضرة أي نوع متوفر عندك، ثوم مهروس، بيض على حسب عدد أفراد الأسرة، ملح وفلفل للبيض ملازم له. أحط زيت على طاسة وأحط فيها حتة زبدة أو وش اللبن. بضيف البصل وأشوحه لغاية ما يدبل. وأقلب فيه. بعد كده هضيف الثوم. طبعا أنا بعين جزء من الطبخة اللي أنا بعملها بالثوم بعمل بزيادة وأهرسها وأنا في الفريزر. لما أجي أكون مستعجلة بجيب ثوم. والخضرة كمان بعينها برضو بنفس الطريقة، بغسلها كويس وأخرطها وأعينها في الفريزر، يعني ممكن تقعد شهر أو شهرين. بقلب الثوم لغاية ما تطلع له ريحة كويسة، يعني يبقى جميل. أضيف الفلفل وممكن أحط شطيطة اللي هي قرون حامية لو كانوا عندكم بيحبوه. لو في حد بيحبه وفي حد ما بيحبوش بضيفه سليم عشان اللي عايزه ياخده ويفتحه. بشوح شوية.
اضيف الخضرة اشوحها، بتدي غنى بالفيتامينات للأكلة. وبعد كده اقلب فيها لغاية ما تدبل وريحتها تبقى جميلة. اضيف بعد كده الطماطم، اسيبها تستوي شوية، اقلبها. اضيف بقى البهارات والملح والفلفل، كمون على حسب الرغبة. انت عارفة طبعا تحطي ملح قد ايه وبهارات قد ايه. تحط بقى الفول المهروس او ممكن تحطيه صحيح على حسب الرغبة. وهقلب واسيبه يغلي شوية. حوالي 8 او 10 دقايق لغاية ما المكونات تتجانس مع بعضها وتاخد طعم بعضها. بعد كده هرب البيض، اقلبه شوية كده وبعدين اوزعه على وجه الصينية. ووزعها وبعدين احطها شوية في الفرن، في اشغل الشواية لغاية ما تحمر. بعد كده بالهنا والشفا. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، اشتراك يعني، وتفعلوا الجرس ليصلكم جديد القناة. وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما طلعت من الفرن هزوقها بالفلفل حلقات والخضرة، وبقى شكلها جميل وتتاكل مع العيش والسلطة، وبألف هنا وشفا.